السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد الأضحى، يعود عليكم بأيام بخير يا رب. كل سنة وكل حبايبنا طيبين يا رب. السنة الجاية تكون كلنا على جبل عرفات جمعا، وكل مشتاق يا رب، وكل محروم منا يا رب. النهاردة هنعمل فتة. طبعا فتة كل واحد بيعملها بطريقته، وهي الطريقة واحدة بس بتبقى فيها شوية تغييرات كده بسيطة من حد للتاني. حد بيحب الفتة العيش بتاعها طري، وحد بيحب الفتة العيش مقرمش، بيقرمش وانت بتاكليه كده. انا وولادي بنحب العيش اللي هو مقرمش ده. فالوقت هنعمل اللحمة الأول. معنا اللحمة هي حسب ما انت عايزة، ومعانا حلة حاطة فيها معلقة سمنة ومولعة عليها وهي سخنة كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هندي اللحمة صدمة الأول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حلويات كده. هنسيبها بقى عقبال ما تاخد صدمة كده، وهنقلبها. هشوحها كده وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خليك معايا يا حبايبي. هنا بعد ما اتشوحت اهي، منزلتش ميه كتير عشان انا خدتها صدمة على طول كده في السخن كده السريع اهي. خليتها دوبك ما خدتش ميه، نزلت حاجة بسيطة كده وشربتها اهي. بص السمنة باينة اهي. هنحط فص مستكة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط ورق اللوري اهو. معايا ورق اللوري، معايا حبهان اهو. حبهان ده غسلاه، وورق اللوري عشان لو في اي عفارة وفتحات، عشان على بال ما نشم بقى ريحة المستكة كده وتسيح اهو. لكن انا غالية مية. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. مية مغلية. بحط انا بقى معايا ايه، معايا انا بصلاية. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. معايا قطاية، معلش انا ما قطعتش القطاية، لازم اقطعها. معايا جزر مقشرة وغسلة ومقطعاه. معايا فصين ثوم. انا على طول بعمل الحكايه ديت، محدش عملها غيري، والكل بقى يستخدمها زيي، بقى يعمل طريقتي ديت. بغسلها حلو، ولو فيها شوشه بتغسلها. احنا بعد ما حطينا الميه حطيت الجزر وحطيت البصلايه، وهحط القطايه فيها قطعتها 4 ومعايا قلنا الثوم دوت. انا اول واحده حطيت بحط الثوم مع الشوربه، كل اللي بالقنوات بقت تعمل زيي. بنغسل دي، لو فيها شوشه كمان نغسليها، لان الشوشه دي بتدي ريحه وطعم للشوربه. وبقشر الغلاف اللي من بره كده وبغسلها حلو واحطها، بتديكي طعم وريحه للشوربه. معايا بقى عود روزماري اهوت، اللي هو اكليل الجبل دوت اهو. عندي فريش اخضر، وهحط ما عندكيش مش مشكله. مش هنحط فلفل اسود دلوقتي، ولا هحط مرقه الدجاج الا لما تاخد غلوتين، عشان لو طلعت ريم نطلعه. ما الفلفل الاسود هيسمر دلوقتي، وبعدين لو حطيت وشلت الريم هيطلع مع الريم. فانا هسيبها اما تاخد غلوتين واشوف هتطلع ريم ولا لا، وبعد كده هحط مرقه الدجاج واحط الفلفل الاسود. خليكم معايا بقى. هنا اهيت هتطلع ريم اهو. عشان نضمن ان الريم كله يطلع هنحط سنه كربونات بس تكوني موطيه عشان ما تفورش. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيلم كل
انا هعلي شويه كده عشان بس التفور بيلم كل الرين ده كله بقى هطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كان ده بيدي زفاره. وكمان شويه الكربونات دول بيديكي لون ابيض تخلي الشوربه شفافه كده. بعد ما وطيت عشان ما تفورش عليت عشان اما تعلي الريم يطلع اكتر. لكن لو فضلت موطيه الريم مش هيطلع، الكربونات هيسقط في قلب الشوربه ومش هيعمل الريم ده. المحضره طبق جنبي كده اشيل فيه الريم. لو كنا حطينا بقى مرقه الدجاج وحطينا الفلفل الاسود هيطلع مع الريم ده كأنك ما عملتيش حاجه. واحط كمان معلقه سكر، دي اساسي في اي اكل، الشوربه مع الصلصه اي حاجه بتسويها احط معلقه السكر. افضل اشيل الريم كده خالص لغايه ما الاقي الشوربه شفافه. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا انا نقلتها في حله كبيره عشان لقيت الحله كانت صغيره عليها. نشوف الشوربه بقت بيضه ازاي ما شاء الله اهي. حطيت لها معلقه السكر وهحط بقى مرقه الدجاج اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملها كده لسه كده اهو. واحط بقى الفلفل الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطي عليها بقى كده بتغلي، اغطي عليها واوطي عليها اكنك بتعملي رز عشان تستوي. يعني مش وطاه قوي، لا هنوطي وسط عشان تستوي براحتها. ونسيبها بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايبي، هنا جبنا العيش بتاع الفتة قطعناه عيش ابيض. انا بحب العيش الطري اللي هو عامل زي العيش البيتي كده، بفيك بقى شويه كده وبحب احمصه. ما بحبش اجيب العيش المحمص من جاهز ده، لا ده بحس بطعمه عشان انا بحمصه في الفرن وبحط عليه الاضافات بتاعتي. نحط هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ملح وفلفل، هنرش الاول كده ملح وفلفل عليه كده، نقلبه كده. بعد كده نحط بقى معلقه سمنه اهي، سمنه بلدي. بسم الله نقلبه برضه مع بعض كده. اكون مسخنه الفرن واحطه في الفرن بقى، كل شويه ابص عليه واقلبه لغايه ما يتحمص التحميصه اللي انت عايزاها. يكون لونه كده فاتح كده، يكون لونه ذهبي كده. اللي بيتحمص بقى بيبقى حلو احلى من المتحمص بس. بيديكي طعم، بيشرب السمنه وبيشرب الملح الفلفل كده بيديكي طعم. بس هو كده مش اي حاجه. احطه في الفرن بقى ونوريكم بقيه الخطوات. بصوا هنبدا هنا بقى نعمل الصلصه بتاعت الفته. حطيت معلقه كبيره كده ثوم مفروم، حطيت معلقه سمنه عليها. هنكمل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات عشان ناخد اجر وثواب ناس. يا دوبك احنا مش هنحمرها قوي عشان ناخد الطعم والريحه، مش عايزين نحمرها قوي. نكمل ريحه الثوم والريحه بتطلع روايح. نعمل حاجه كده الروايح تطلع عشان الريحه. والفته دي لازم تتعمل بسمنه بلدي او بزبده بلدي، بتدي طعم وريحه، وتحس انك بتاكلي فته فعلا. اللي قادر واللي مش قادر يعمل باي صناعات، يعني ربنا بيخلي لكل واحد اكلته على قد ظروفه. بس نقول لو موجود، يعني مش موجود اللي موجود من الشكل يعني. ربنا يدي كل واحد يا رب ويرضي كل واحد. هنا هو يا دوبك هي زيت على الصفار ده بس عشان تكون ناشفة شوية كده، متكونش مفرومة طرية، بس نطلع منها الرطوبة بتاعتها والمية اللي فيها كده اهو. هنقوم بقى خلاص كده نازلين بالخل. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى بالصلصة اللي مصلصلينها، وانا منزلها الصلصة دي قد كده. انا منزلها طريقة الصلصة دي قد كده. نجيب القوطة نغسلها حلو ونقطعها قربة ونقوم حاطينها في حلة وعليها كوباية مية ونحطها تغلي، نوطي عليها نسيبها لغاية ما نحس إن هي استوت شوية كده. بننزلها تبرد، نضربها في الخلاط، بعدين نصفيها. بعد كده بنحط شوية زيت في أرضية الحلة يسخن، نقوم حاطين عليها خليط العصير بتاعنا
ونحط عليه شويه ملح وشويه سكر، وبعد كده نسيبها تتسبك بقى. بعد كده بنكيسها. نحط مثلا لو 5 كيلو طماطم ولا حاجه، بنحط ربع كوبايه سكر وربع كوبايه ملح، سكر قد الملح، او بنزود السكر شويه اكتر. هنا بقى احط ملح وفلفل، وهي كده خلاص اتظبطت. بعد كده هتتسبك، هنزودها بشويه ميه وخلاص حسب السمك اللي انت عايزاه. كده الصلصه خلصت. هنعمل بقى طبعا عارفين كلنا التومه، بنعملها برده نفس نظام التومه اللي هي فوق الطشه، بنشوحها برده، بنعملها كده بنخليها نص تحميره، نحط عليها الخل ونقوم مزودينها شويه شوربه، وتبقى هي ديت اللي فوق الوش، مفيهاش اي افتكاسات. هنعمل الرز مع بعض يا حبايبي. هنا انا هعمل الرز، حطيت معلقتين سمنه على ربع كوبايه زيت اهو، او عايزه تكتري السمنه زي ما انت حابه حسب الرز اللي عندك. انا هعمل كيلو رز، فحطيت يجي 3 معالق سمنه كده، وحطيت ربع كوبايه زيت، سخنتهم كده على البوتاجاز على النار كده. غسلت الرز، نقيته وغسلته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لازم نشوح فيه كده يا جماعه. معلين النار شويه اهو. شوحه لغايه ما نلاقي الحبايه بتلمع كده وشربت كل السمنه. لازم الرز يبقى كده عشان يطلع مفلفل. اشوحه بقى وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما غلفته كله اهوت بالسمنه اكنه مستوي. هنشوفيه كده تقولي ده مستوي. بص اتغلف كله بالسمنه اهو. حطيت عليه الملح، حطيت عليه معلقه ملح، معلقه ممسوحه كده كبيره عشان ده كيلو، وحطيت نص معلقه سكر. انا بحط دايما السكر بيعادل الطعم كده، بيدي طعم. انا اول واحده عامله الرز ده، محدش عمله قبليه اقسم بالله، اللي هو بتاع اللبن والقشطه دوت زي الرز المعمر بالظبط. انا اول واحده نزلته على القناه، لاني بعمله من زمان كده، من قبل ما افتح قناه ولا حاجه. وكل الشيفات اللي بتعرض دلوقتي بتعمل زيي، بس ما بيتقولش ان انا شفتها على قناه كذا، بينسبون نفسهم وخلاص. هو مش عيب، انا بنشوف من بعض، بنتعلم، بنعمل اي حاجه بتنزل ترند بنعملها زي بعضينا. بس انا بقول انا شفتها، انا عملتها، محدش بيقول، لان انا اول واحده عملت الرز ده باللبن وبالقشطه. محدش عمله قبل كده، واللي بيعمله دلوقتي بقى شافوا عندي، وسبحان الله هم وصلوا وانا اللي ما وصلتش. يعني لسه جداد عني وصلوا واخدين بياخدوا معظم الطرق بتاعتي. هحط دلوقتي اللبن اهو، حسب ما انت عايزه تحطي كوبايه تحطي نص، تحطي حسب اللي عندك اهو. كده بيديكي طعم المعمر، وبيديكي لون حلو، بيديكي لون ابيض شفاف، ده جميل جدا اهو. بعد هكون غاليه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حط بقى العقد بتاعه. طبعا بنحط لكل كوبايه رز كوبايه ميه، وحسب الرز بتاعك. ساعات في رز بيشرب ميه، وفي ساعات رز ما بيشربش، في ساعات رز بيبقى محتاج اكتر من الاربعه. انا بحط بالوام كده لان انا ببقى فاهمه وعارفاها. كل واحد بيبقى عارف الحله بتاعته وعارف هو بيحط قد ايه. اللي مش عارف يحط 4 كوبايات على كل كوبايه كوبايه. هو كده عايز شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنبقى مغطيينه بالميه اهو. بنقلب من تحت كده عشان ما يبقاش في حاجه لازقه. عايز شويه ميه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه بقى يغلي يشرب كده، ما يجي يشرب هنشوف هنعمل ايه. حبايبي هنا الشرب اهو. احط، انا ما غطيتوش لسه، انا غطيت عليه. احط بقى معايا قشطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قشطه اللبن، احطها كده بتديكي طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تديكي اكنك بتعملي رز معمر، وتديكي ريحه تحفه. انا هحط عليه بقى كده اهو، انا مغطيه عليه بس. هي دي طريقته، تعملي تجربي كده الطريقه دي تحفه تحفه تحفه. انا بعمله كده على طول. الرز بتاعي الابيض ده ما بعملش الا الطريقه دي. حتى لو دخلت القناه بتاعتي هتلاقي الطريقه دي انا معتمداها في كل عمايل رزي. خليكم معايا بقى لغايه ما نوريكم الفته كلها. حبايبي هنا اهوت العيش اهوت اللي انا حمصته اهو.
ومتحمص كده هناخد بعد شوية شوربة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مش بنسقيه شوربة كتير عشان ما يبقاش طري، عشان زي ما قلتلكوا انا بحب بحبه مقرمش، مش كتير يعني. ناخد برضو شوية دوت التومة اللي انا عملتها، اللي هي الطشة. ان انا حمرت كده توم مع سمنة، وقمت عاملاه حط عليه خل، نص كوباية خل، وبعدين كملت شوية شوربة. هناخد برضو منه كده عشان يدي طعم على الفتة كده، على العيش كده اهو. ناخد منه برضو التوم كده. بعد كده بناخد برضو شوية صلصة. معانا صلصة برضو اهي باخد منها كده برضو كده. مش بناخد كتير عشان ما نطريش العيش اهو. بعد كده بناخد الرز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله مفلفل. بصوا شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين لون الشوربة؟ تحفة. دوت الروزماري. نعمل بقى هنا ايه، هنحط الصلصة هحط الصلصة كده. بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده هناخد من الدقة دي اهي، اللي هي بالتومة دي الطشة كده خلاص. هنا بقى اللحمة بعد ما استوت اهي، رحت محمراها في حتة سمنة ونحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حمرتها في حتة السمنة رشيت عليها ملح وفلفل. حط عليها شوية صلصة كده والله. وادي طبق الفتة كده، صينية الفتة. ايه رأيكم؟ ايه جربوها بقى. دي طريقة فتتي انا، معرفش حد بيعملها زي ولا لا. في ناس بتحب العيش يكون طري، انا بحبه ناشف. هي دي الطريقة، جربوها وقولوا رأيكم. كل سنة وانتم طيبين، جزاكم الله خير. بحبكم في الله. بس ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.